معكم محمد سيدي الشريف العلوي من مدينة بني ملال، المناضل الوطني بالمملكة المغربية. وأولا تنعطي التحية الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأسرة العلوية الشريفة، والأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والترحما على الملكين المجاهدين جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وجلالة الملك حسن الثاني رحمه الله، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائها. والآن دابا احنا في مدينة الفقيه بن صالح، تنعطيو التحية للسلطات المحلية من السيد العامل ديال الفقيه بن صالح والسيد والي بني ملال والسلطات كلها والسيد الكاتب العام اللي هنايا كاع الاخوان كلهم هنيئا لهم. وتنعطيو للسيد الباشا وكلهم اخوان تنعطيهم التحيه وهنيئا لهم. والحمد لله انا مناضل جيت عندهم زياره من المنطقه ديال بني ملال والاصل ديالي من العيون، والحمد لله تندير التحريات كاع في المغرب. وهنيئا لكم وجزاكم الله خير وحفظكم الله. وتنشكر الاخوان اللي منظمين هذا الالعاب القوى في مدينه الفقيه بن صالح، وتنعطيهم التهاني والشكر للشباب والشابات وكاع المنظمين والصحافه كلهم هنيئا وجزاكم الله خير وحفظكم الله. والله يبارك عمر سيدي واحتراماتي لسيدنا نصره الله، والله يشافي لنا والله يخليه لنا وعاش السيد. والسلام عليكم ورحمه الله. تبارك الله على السرقي والشابه الصغيره ديالو، وهنيئا لكم وحفظكم الله. معكم محمد سيدي مو. والكرام معنا الاخ سيدي من مدينه الرباط، تنعطيو التحيه والشابه تهي البنيه حفظها الله مريم، تنعطيوها التحيه وجزاها الله خير. وتنعطيو التحيه للترقبي من مدينه الفقيه بن صالح الى مدينه الرباط. بارك الله الرحيم. مهندس سعيد بطل العالم في رياضة البودو، جميع الملكي المغربي لجنة الحرب، المدير التقني المغربي الاستاذ حفيظ. شكرا على الاستاذ حفيظ، كنشكرو على النتائج اللي حقق مؤخرا في بطولة العالم اللي دازت في اسطنبول في شهر 10. وكنتمنوا ان شاء الله الجنة ان شاء الله المنظمة تحت جميع الاماكن المغربية على اساس فنون القتال جميع الملكة المغربيين اللي جدوا فنون الحرب. والحمد لله نهضر لكم على السباق اللي هو انظمت اليوم وصفة الازلال لالعاب القوى. سباق في مستوى رائع ومطاف رائع. كنشكر الناس اللي سهروا على هذا السباق هذا، السيد كاتب العام للعصبة السي مصطفى، ورئيس العصبة السي العالمي الشنتوفي، والسي استاذ السدرة مدير التقني للعصبة. وكنتمنوا ان شاء الله السباق هذا يدوز في مستوى عالي والشرف يفرح الحمد لله، باش بالنسبة للشباب باش ان شاء الله ينحرف ويمارسوا الرياضه بالنسبه للصراعين والصغار والفتيان والشبان. وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق. وشكرا الاستاذ. الله يعليك. حميد مرزاق، عداء سابق العاب القوى للمنتخب المغربي. الحمد لله هذا الشيء ما شفناه في العدوله الفيدرالي اللي كيتقام بجميع المدن المغربيه. الحمد لله بخصوص هذه السنه هذا كاين تطورات جديده. بالنسبه للعدو الريفي الفيدرالي المحطه الاولى مدينه بن حمد، شفنا عدو ريفي فيدرالي رائع مثل ديال الفقيه بن صالح كنا كنتواجدوا فيه دابا. هادشي كنشكروا مدينه الفقيه بن صالح على التنظيم الجيد وحسن الضيافه لجميع المشاركين وجميع العدائين ورؤساء جميع الانديه. والحمد لله هادشي اللي كيبغينا للمدن المغربيه ان شاء الله، باش تكون كيف مثل العدو الريفي الفيدرالي ديال بن حمد وديال الفقيه بن صالح وايتورير، يكونوا المدن تنافس من اجل الاحتضان هاد التظاهرات مثل هادو باش ينجحوا ان شاء الله ويكون تطورات جديده بالنسبه للعدو الريفي المغربي. وحنا محتاجين لهذا الصنف من الصنف الرياضي باش يرجع لنا الامجاد ديالنا كيف كان. دابا حاليا عندنا ابطال في مستوى، عندنا لي زاتليت خصهم غير شويه الخدمه ويخدموا ورسالتي لجميع الانديه المغربيه باش يحسنوا الوضع ديالهم ويخدموا بجديه. وهذه رسالتي انا للفيدراسيون بالنسبه لجميع الممالك المغربيه اللي هي كتنظم هذا العدو الريفي الفيدرالي.
الاهتمام الكبير للرياضه المغربيه بصفه عامه والعاب القوى بصفه خاصه، وكنتمناو ان شاء الله الجامعه المغربيه باش تكثر الاهتمام ديالها للانديه المغربيه ديال العاب القوى. ونوجد رسالتنا للسي عبد السلام احيزون هو قايم الدور وكنشوفوه خدام بكل جديه. بغينا حنا ان شاء الله باش نشوفوا المغرب خصوصا بالالعاب القوى باش ترجع للامجاد ديالها الاولى، باش نكونوا ابطال كيف الابطال القدماء، كيف خالد السكاح، كيف سعيد عويطه، كيف نوال المتوكل. خصنا يكونوا عندنا ابطال اقوياء مثل سفيان البقالي. وحنا بالنسبه للمغرب، حنا بالنسبه لنا المغاربه حنا بدنا كننافسوا العالميه، خاصنا نكونوا اقوياء، ما نكتفيش ببطل ولا بطلين، خاصنا عده ابطال ان شاء الله باش يكونوا عندنا ينافسوا العالميه. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله، وهادشي غادي يكون ان شاء الله. وعندي اليقين بان الناس حنا كنشوفوا دابا كاينه تطورات جديده بالنسبه للعدو الريفي المغربي والعاب القوى، باش يكونوا عندنا ابطال صاعدين ان شاء الله. إذا غادي يشرفوا المغرب في المحافل الدوليه ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو، وبلادنا زوينه وان شاء الله تبقى زوينه. وعندي اليقين بان العاب القوى ان شاء الله لا خوف عليها، وراها جايه ان شاء الله ابطال ساعدين في المستقبل ان شاء الله. غادي يكونوا ابطال اقوياء، وراه عندنا ابطال اقوياء دابا الحمد لله. هادشي اللي شفنا دابا في قيد صالح، الناس كرماء وتنظيم جيد، يبغيو الضيافه الحمد لله، والباركور مليح. هادشي اللي بغينا يكون في جميع المدن المغربيه. بالنسبه للتنظيم، التنظيم الجيد اللي شفنا مدينه قيد صالح اللي هي نظمت واحد التنظيم جيد والباركور جيد. وكنشكروا الناس المسؤوله على المدينه ديال قيد صالح، بالنسبه للعصبه، عصبه العصبه، رئيس العصبه، ولا الناس الصاهرين على التنظيم، والناس ديال اللجنه التنظيميه ديال وزم. الحمد لله هادشي اللي كنا كنتمناو وبغيناه، هادشي يكون ان شاء الله في بلادنا. عينا جو رائع، وكنشكروا هاد المدينه وبرجالاتها الحمد لله، وشفنا الجو كله رائع. وهذا ما كنتمناو ان شاء الله لمدينه قيد صالح، باش حتى هي تعطي دروس للمدن اخرى، باش تكون حتى هي تنظم تنظيمات رائعه تكون في المستوى كيف مدينه بن حمد ومدينه قيد صالح. ان شاء الله هادشي داز رائع بزاف، والشكر كيبقى ليهم. وكنشكروا جميع المكونات ديال قيد صالح، لا من السلطه المحليه ولا الناس الصاهرين على التنظيم. الحمد لله كنقول لهم هنيئا لكم بهذا التنظيم الجيد. وهذا الشيء كنتمنى من نادي اسمه الملتقى الثالث الملتقى الفيدرالي ديال خليدي خوله الخليدي خوله واللي عرف مشاركه سياسه قبل الضغط 1600 مشارك من جميع انحاء المملكه، 106 ديال النوادي محمد باقي فينا. هذا أنادي بكل احترام على السيد كاتب العام لعملة إقليم الفقيه بن صالح مشكورا لتتويج فئة الفتيات الجهوي الكتاب مع تنظيم المعاهد الجهوي للصناعه التقليديه. اليوم الملتقى ديال الرياضي الوطني، ان شاء الله كاينه واحد العدد ديال البرامج وعدد ديال المرافق اللي السيد رئيس عصبة تادلة أزيلة لألعاب القوى، عضو اللجنة المديرية بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، يتفضلوا مشكورا. لنا الشرف اليوم هذا التنظيم، كنشكروا الاخوان ديال الجامعه الملكيه. المرتبه الثالثه الخليتي خوله وفريق الجيش الملكي على منصه التتويج. واظن ان الساكنه يتفضل السيد الكاتب العام لعماله اقليم الفقيه بن صالح مشكورا لتتويج من تنوب على الخليتي خوله وهي من الجيش الملكي. الوقايه المدنيه، جميع الادارات اللي عندها علاقه مع الميدان قامت بجهود فعال. المرتبه الثانيه حسني ايمان من اسود اطلس خنيفره تحتل المرتبه الثانيه وصيفه بطله الدوره. يتفضل السيد علي علمي شنتوفي رئيس عصبة تادلة أزيلة لألعاب قوى، عضو اللجنة المديرية بالجامعة الملكية المغربية لألعاب قوى. اللي كتكون بمدينة قيد صالح. كنشكركم على هذا
المسافة المخصصة هي 3 كيلومترات. مشاركة مكثفة. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. مشاركة مكثفة دائما في هذا المطاف الجميل هنا بحي الياسمين. حي الياسمين اليوم. إذا في انتظار فئة الشبان و8 كيلومترات للالتحاق بغرفة النداء. باقي العداءات المشاركات يدخلن تباعا إلى خط الوصول. صراحة الإضافة التي أضيفت اليوم المشاركة على مستوى فئة الشابات. كان هناك غياب على مستوى المحطتين الأولتين بمدينة بن حمد ومدينة تاوريت. لم تكن متواجدة البارحة الدوج، لم تكن متواجدة كذلك عداءة نادي الوفاق الرياضي الفاسي الموزي سعيدة التي نتأسف على عدم إكمالها للمسابقة. هناك كذلك وتألقنا إلى جانب الحضور القوي لرئيس مجلس الجماعة الحضرية. المرتبة الثالثة شكري منى من أسود أطلس خنيفرة. المرتبة الثانية زينب الطاهر ونادي شباب الخلفية لألعاب القوى والأكاديمية الجهوية الأكاديمية الدولية بإفران. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، وهي تنتمي إلى بومية العليا. بطلات المستقبل إن شاء الله في ألعاب القوى في فئة الكبيرات. مشكورة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على كل، وأيضا بكل الاستحقاقات أو التظاهرات التي تنظم بين الفينة والأخرى بمختلف ربوع الوطن الحبيب. ديروا معاهم دير هنا فوزية جهنة أكثر من معبرة من الجيش الملكي أو مسؤولة من الجيش الملكي أو الفريق الفائز بفئة الكبيرات كان أحسن. عضو اللجنة المديرية الفتح الرياضي الرباط والسيد رئيس المجلس الجماعي بمدينة الفقيه بن صلاح يتشرف بتسليم الكأس للفريق. والمرتبة الثاني الجديد يتسلم الكأس دائما من يد السيد رئيس المجلس الجماعي للفقيه. تفضل سي مصطفى. شكرا سيد رئيس المجلس الجماعي. صورة تذكارية مع الفرق الثلاثة الفائزة. على سلامتكم. تفضلوا منصة التتويج، ما كاينش مشكل. شكرا. المرتبة الثالثة شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى، ويتفضل سي محمد العصامي نائب رئيس عصبة تادلة أزيلة لألعاب القوى، رئيس نادي السنبلة من مدينة قصب التادلة. المرتبة الثانية اتحاد شباب داروغانت لألعاب القوى، وتتولى التتويج السيدة جميلة جوران عضوة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
شو قلت يا جوران تما شي صوره. والمرتبة الأولى وأبطال الدورة الثالثة مشكورا لتتويج فريق الفتح الرياضي الرباطي. صورة سيد كارينا، تفضل لنا جميلة، تفضلي سي عصامي تفضل. وهناك المحطة القادمة بين شريف خلال الخامس من شهر يناير. كنظن بأن المحطة ديال التربية ما عرفتش أنا التربية ما عرفتش التاريخ، نسيت التاريخ. التربية كاين محطة مدينة مراكش ومن بعد منها إن شاء الله وبطولة المغرب بمدينة سيدي القاسم. فسبعة ديال الملتقيات أو سبعة المحطات أو سبعة المناسبات في العدو الريفي باش الأبطال ديالنا يبرزوا المؤهلات ديالهم، سواء أبطال الأندية أو أبطال المراكز الجهوية او ابطال المنتخب ديال المغرب. راه كينزلوا في بحال هاد السباقات باش كيزيدوا يعني يسقلوا الموهبه ديالهم ويزيدوا يعني يدعموا الاستعدادات ديالهم للمحطات الدوليه المقبله. واحد الشهاده لله سي عبدادي بحكم انني حضرت واحد المجموعه من الاستحقاقات العربيه، فصراحه كنقولها وبدون مجامله ان مديريه التنظيمات على مستوى الجامعه ولا الوسط فكتبقى كتنافس وكتطاهي الدول العربيه على مستوى التنظيم، فتنقول لهم تحيه لكم من هذا المنبر. طبعا مديريه التنظيم بالجامعه الملكيه المغربيه للالعاب قوى بالاطر اللي كتسهر عليها، هناك سي محمد وهاب، هناك سي محمد سياح، هناك سي نور الدين ليشيا، فكلهم عناصر اللي هي عندها خويا علي، سيدي احمد خويا علي. طبعا كلها هي عناصر اللي اكدت الجدارة ديالها واكدت الخبره ديالها في التنظيم منذ سنوات، ولا زالت تعطي ما في جعبتها من خير لالعاب القوى. صراحة الكفاءات المغربية صراحة كيبقى لها واحد الدور كبير بزاف على اعتبار انه بدون كفاءات ما يمكنناش نعطيو لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى النتائج ولا على مستوى التخطيط، وكنقول حتى على مستوى تنظيم العدو الريفي فتبقى الدور ديال السلطات المحلية دور كبير جدا، على اعتبار ان على مستوى الحلبة فما كنحتاجوش صراحة واحد الدعم ديال السلطات، بينما العدو الريفي كنحتاجو التراكتور، نحتاجو بزاف الحوايج. فكنقول شكرا لكل المدن المغربيه اللي كانت في الواجهه ونظمت كل الاستحقاقات على راسهم بن حمد، مدينه بن حمد، ومشينا لتوريت وجينا اليوم بمدينه فكان صالح اللي صراحه مسايه بدعات في التنظيم. فتحيه لكل السلطات المحليه لا على مستوى مدينه بن حمد ولا على مستوى مدينه توريت ولا على مستوى مدينه خيمه صالح. على مستوى مديريه التنظيمات انها ما كيتزربش واخا دخلوا كاملين، كتحتار بالتوقيت المحدد والمخصص لكل انطلاقه. برافو لان هناك برنامج زمني، ما كايناش عشوائيه. هذول برنامج زمني، ما كايناش عشوائيه عندنا. طبعا برنامج زمني يتم احترامه بحذافيره. فاشرت الى كاميو ولا ما عرفتش تراكتور، فما جيتيش تشوفي هنايا كانت ورشه فعلا، ورشه كاينين 3 ديال التراكسات نيفلوز 4 الكاميويات اللي يطلقوا ما عطاش هذا الشيء تيطلع هنايا. هنيئا وشكرا لكل من ساهم واعطيت الانطلاقه لفئه الفتيات. على مستوى المقدمه إذا صاحب الصدريه 1169 باتي نادي الفاتحه القسطاوي عاصي، وباقي المشاركين يدخلون الى خط الوصول. إذا الزكي يونس يفوز اليوم بمحطة فقيه بن صالح. إذا دائما مع خط وصول فئة الصغار مواليد 2010 2011 فئة الفتيات، فئة الفتيات مواليد 2008 2009 ركات بلال. بارك الله عليك. ونادي بكل احترام على السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الفقيه بن صالح مشكورا.
مصوبا بالسي محمد المختاري رئيس نادي بني عمير لألعاب القوى، نائب رئيس عصبة تاد الأزلة لألعاب القوى. إلى المرتبة الثالثة مسلط محمد من سريع ونظم لألعاب القوى. ودولية طبعا صورة تذكارية رجالة صورة تذكارية جميلة جدا تشمل كل خالدة في قلوب كل المغاربة الذين عايشوا المسيرة الخضراء والأجيال القادمة. مرة أخرى أقول رحم جلالة المغفور له، رحم الله جلالة المغفور له الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء، وأطال الله عمر ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وشافاه الله وعافاه. إذن صورة تذكارية. إذن بومسيس هند حسني إيمان والخليطي خولة هنيئا بفوز فئة الصغار. مستقبل طويل أمامكن للوصول إلى فئة الكبيرات وتمثيل المغرب في المنافسات القارية. علي العالمي الشنتوفي الذي أبدع وكل مكونات العصبة في إنجاح هذا العرس الرياضي، عرس مدينة لفقي بن صالح. انا دابا شوف الناس يلتبسوه. ملكية مغربية لألعاب قوى رئيس عصبة مراكش تنسيف الحوزة. تفضل السيد رشيد. السيد المدير الجهوي لاتصالات المغرب بسو أسماء. سارة زهير المدير الجهوي في التتويج، طبعا بحضور السي رشيد شونال رئيس اللجنة المديرية بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. وعلى الصورة سي رشيد تفضل. دائما سيداتي وسادتي شكرا تفضل. الانتخابات كالميطات مشاركة مكثفة
وكذلك مطاف متميز كباقي المطافات. كنا مع أول مسابقة وطنية بمدينة بن حمد، وكان الجو رائعا والمطاف جميل، وكذلك الشأن على مستوى مطاف مدينة توريرت. واليوم مدينة فقيه بن صالح هي الأخرى تؤكد لنا جدارتها واستحقاق مدينة كذلك فقيه بن صالح على تنظيم المحطة الوطنية الثالثة. نتمنى دائما الأفضل والأحسن لألعاب القوى الوطنية والدولية والعالمية والأولمبية. نادي الوفاق الرياضي الفاسي، اتحاد رياضي شباب تارودانت وسرع واتزن هي الفرق الفائزة على مستوى الترتيب الجماعي. شاب الريالي فؤاد تيفي، واللحظة نعيش وفئة الشبان و8 كيلومترات. بعد مباشرة سوف نلتقي مع فئة الصغيرات و3 كيلومترات، دائما في إطار المحطة الوطنية الثالثة محطة الفقيه بن صالح. إذن دائما مع فئة الشبان حتى اللحظة هناك بوتفيلي حامد جمعية أشبال آزلة لألعاب القوى، والزاوية محمد نادي الوفاق الرياضي. التنمية البشرية جلالة الملك محمد السادس شافاه الله، وتكريما كذلك لكل المجهودات المبذولة على مستوى الجامعة الملكية برئاسة السيد عبد الحيزو. شرفتنا وأمتعتنا بأهازيجها الفنية.
الصبر